السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا حلوين. معاكم عبد الرحمن من قناة بودي جيمر اكس دي، وان شاء الله ده اول فيديو من لعبة كلاش اوف كلانس. طبعا لعبة كلاش اوف كلانس وكلاش رويال دول لعبتين تابعين لشركة سوبر سيل، الشركة طبعا العملاقة، منتجة الالعاب العملاقة. ان شاء الله يا شباب هتبقى دي سلسلة من سلاسل القناة اللي هي سلسلة كلاش اوف كلانس مع سلسلة كلاش رويال. يعني بقى في حاليا سلسلتين في القناة اللي هما كلاش اوف كلانس وكلاش رويال. ان شاء الله يا شباب السلسلتين دول يعجبوكوا، وان شاء الله يبقى عليهم دعم حلو. ما تنسوش يا شباب بقى لو مش مشتركين اشتركوا في القناة وحطوا لايك، واكتبوا تعليق لو في حاجة، لو ملاحظات على القناة او ملاحظات على الفيديوهات اكتبوا في التعليقات، حتى لو مش مشتركين في القناة. يلا يا شباب نبدأ دلوقتي يا شباب. ان شاء الله دلوقتي بنجمع الاكسير والموارد. طبعا يا شباب انا كان عندي حساب سابق في اللعبة ديت، وكان عندي قرية. هي دي القرية زي ما انتم شايفين، تاون هول ليفل 8. قصدي تاون هول ليفل 9، انا اسف، تاون هول ليفل 9. الحمد لله يا شباب، يعني بدأت اطورها بشكل كبير، بس طبعا لسه لها حاجات كتير قبل ما اطورها. ده يا شباب طبعا القرية التانية اللي هي قرية الليل. وشباب لسه طبعا يا شباب لسه قرية صغيرة. انا يعني كنت ساب حساب اللعبة ده بقى له فترة مبلعبهاش، ولسه يعني رجع لها يعني من يومين او حاجة. طبعا يا شباب هنبدأ نخش جوه دلوقتي، نجرب حظنا بأربعة مليون واتنين عملاق. بسم الله يا شباب. طبعا يا شباب القرية دي طبعا انا دلوقتي عشان انا بعتمد كل اعتماد دلوقتي على المني، فهنزل العملاقين دول يدمروا البرج دوت عشان ما تدمرش المنيو. شبه احنا لغاية دلوقتي ماشيين حلو في الهجوم. اوه كان عنده فخاخ كتير اوي يا شباب، بس الحمد لله فاضل لنا المنيون وعملاق واحد. يا شباب الجيم ده ان شاء الله خد ان شاء الله هناخده 100%. وفعلا يا شباب خدنا الجيم ده 100% وتلات نجوم الحمد لله. نشرب خدنا 15 دهب و15 اكسير، الحمد لله موارد حلوة. دلوقتي يا شباب احنا عاوزين نبني او نطور. نبني ونطور ايه يا شباب؟ نشوف كده الجيش ده 180,000. دفاعات ممكن نبني يا شباب نو اللي هو فخ الدفع، ممكن نبنيه. بس طبعا مش هنحطهم كلهم في مكان واحد. هنحط كمان يا شباب، هننزل ده طبعا. الانهاء الان ب12 جوهرة. ده يا شباب خلصت فلوس. هنطور يا شباب، نطور البربري، تزيد القدرة تضرب في الثانية.
يا شباب نطور، احنا محتاجين دلوقتي يا شباب الأملاك، والأملاك أرخص، واحنا محتاجين دلوقتي أكتر أصلا. كده خلصنا يا شباب اللي احنا محتاجينه في القرية المؤقتة، اللي هي القرية الفرعية. نرجع للقرية الأساسية ونشوف. تحريك العظمية بس. طبعا يا شباب معظمكم هيسأل انا حاطط الجدران كده بشكل غريب ليه؟ طبعا يا شباب انا بعمل تصميم جديد للقرية بتاعتي، بس انا لسه مش مكملوش يعني. التصميم ده بيعتمد على اللي هو القوسين يبقوا في الحتتين الفارغين دول، بس طبعا لسه مش مكمل التصميم، فان شاء الله في المستقبل هكمله. مفيش حاجة تتحدث في شباب انا عاوز احدث ده الاول يا شباب، مجمع في كتير، بعدين نحدث البالون. وطبعا البالون حلو يا شباب، بس الحياة بتاعته ضعيفة جدا. انت لو جيت هجمت بيه وعنده دفاع جوي مثلا مستوى الخامس او الرابع، او او الرابع، ومثلا انت عندك البالون مستوى تالت او رابع، البالون هيتدمر في ثانية. تبقى كده خسرت الكوسة على الفاضي. وطبعا البالون ده الاستراتيجيات حلوة، بس لازم مثلا يكون ليفل ماكس، ليفل مثلا قبل الماكس كده، لازم يكون ليفل قوي. شباب هنهجم، لو قلنا على قرية ضعيفة وفيها موارد حلوة نهجم عليها. طبعا الشباب دي قرية جامدة أوي. دلوقتي يا شباب احنا بندور على قرية يعني تعتبر سهلة ومواردها كتير، مواردها كبير. يا شباب نشوف القرية دي يا شباب يعني تعتبر حلو. نجرب كده يا شباب حظنا، نقول نعمل ايه يا شباب. نجرب حظنا على ما اعتقد. ولا فيها، لا مش لازم يا شباب. معلش يا شباب اصلا بس بخاف اخسر الجيش على الفاضي، مبحبش اخسر الجيش على الفاضي، في بالذات في لما بكون اشوف كنانسي. قوي. هتصير يا شباب. مم، ماشي، هو غلط مني انا وحتى الاتنين دول مع بعض في نفس المكان. بس طبعا القرية سهلة نهجم عليها يا شباب ونقول بسم الله، بس ما يكونش عندهم دعم. انت شباب نستور. لا الشباب ضربنا تقول لهم نازل. نزل يا شباب يدمر لهم الدفاع الجوي بتاعهم. طبعا يا شباب احنا كده دلوقتي بنمسح لهم القرية، وان شاء الله نجيب على الاقل نجيبتين. ابويا يا شباب ده عنده اربعة دفاع جوه. انا الصراحة يا شباب ما لاحظتش ده، ما شفتوش كده يا شباب. احنا كده يعتبر غلطنا، بس ده ان شاء الله يدمرهم له. ايوه يا شباب خسرنا تنانين بس، قربنا نمسح القرية وناخد الموارد تعتبر كلها.
مش هنقدر ناخدها نجمتين، مش هنقدر. بس الحمد لله يا شباب، خدنا موارد جميلة جدا وكتير. انا دلوقتي اشوف في المرحلة ديت ما يهمنيش الكؤوس بطريقة كبيرة، يهمني بس الموارد عشان اعرف اطور من قريتي بشكل كويس. ان احنا جمعنا موارد يعتبر يعني حلوة يا شباب، والحمد لله على كل شيء. دلوقتي يا شباب هنفكر اطور دي. هي طبعا بتسعين الف، يعني حاجة بسيطة جدا. ونطور ده عشان بس نجهز زي ما قلتلكوا للتصميم الجديد. طبعا يا شباب، طبعا يا شباب أنا مش هطور المفكر دلوقتي، عشان لو طورته مش هيفضل معايا الا 189 بس الف. دول ما يكملوش الجيش بتاعي، فلازم نجمع زيادة لغاية حتى ينترش 3/4. ويا شباب، اللي انا ملاحظتش ده، جايلنا عرض على العملاق والبربر والالتزام. فانا حاول يا شباب بدل كده نعمل جيش. يعتبر مثلا نحط مثلا 20 عملاق، 30 و75 بربرية. يا شباب بصراحة مش 20 عملاق كفاية. 5 زي ما الساعة، أو 45 زي ما الساعة. ونجرب الجيش ده، لو توفقنا في الجيش ده نكرره كذا مرة. لو متوفقناش نرجع في الجيش اللي هما 10 تنانين دول اكسير. يا شباب، انا فعلا كنت عاوز اطور ده. ايه رأيك يا شباب اطوره؟ نطور يا شباب، مش هنخسر حاجة. يفضل برضه معانا 559 للجيش. وبكده يا شباب نكون يعني طورنا قريتنا بشكل حلو الحلقة دي، والحمد لله يا شباب. وكده نكون حلقتنا خلصت للنهاردة، واتمنى ان الحلقة تكون نالت اعجابكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتعليق لأي ملاحظات شايفينها في القناة او في الفيديوهات. وشكرا يا شباب على حسن مشاهدتكم للقناة. السلام عليكم ورحمة الله